as an activist, political activist in Kuwait, and I wish you all the best in your campaign. I hope that everything goes very smoothly, and I hope we see you very soon in the parliament in Finland. We wish you all the best, and we hope to see you next time also after having you a member. And if there is anything me myself could help you, please don't hesitate and feel free to call me, and wish you all the best. الصومالية الاصل الاخت روضة حسن عبد الله. Good evening, Madam Roضة Hassan. I would like to welcome you to your other country, Kuwait, and we're so pleased to have you with us. Good evening, Roضة. I'm so pleased to have you as an activist, political activist in Kuwait, and I wish you all the best in your campaign. I hope that everything goes very smoothly, and I hope we see you very soon in the parliament in Finland. We wish you all the best, and we hope to see you next time also after having you a member. And if there is anything me myself could help you, please don't hesitate and feel free to call me, and wish you all the best again. كل هذا اللي أقوله طبعا رحبت بالناشطة وأتمنى لها التوفيق، وإن شاء الله بإذن الله. طبعا هي حسب ما فهمته من الأخت رندا محمد أنها تبي دعم، أيضا دعم إعلامي ودعم مادي، يمكن لأنها كونها مسلمة، كونها ناشطة سياسية مسلمة من فنلندا، تدري هناك ما يدعمون الحملات الإعلامية اللي يكونون أصحابها مسلمين. فيمكن هذه رسالة لأصحاب من يعني يستطيع القيام بالمساهمة المادية، الدعم المادي لها، لأن هذا شيء جيد. إحنا كمسلمين قبل أن نكون حتى عرب أن نشوف إنسانة مسلمة تكافح، وهي بالفعل عصامية وقاعدة تحاول أنها تواجه يعني كثير من العراقيل وكثير من الصعاب. نتمنى أن نمد يدنا إلى إيدها ونساعدها وندعمها معنويا وإعلاميا وماديا، وهي في أمس الحاجة إلى هذا الدعم الإعلامي، لأن بدون الدعم المادي، لأنها بدون دعم مادي حسب ما فهمته من الأخت رندا محمد لن تستطيع الدخول إلى البرلمان الفلندي. نتمنى لها كل التوفيق، ويعني نقول لها حللتي أهلا وطأتي سهلا في بلدك الثاني الكويت، ونتمنى إن شاء الله الزيارة الثانية حق دولتنا الحبيبة الكويت تكون اوريدي عضوة في البرلمان. wish you all the best and many thanks. شكرا. مشاري، هل قمتي في زيارة لها هناك؟ أنا شلون السؤال لي يا أخوي فهد؟ إي أنت قمتي في زيارة لها في فنلندا؟ أنا أستاذ فهد، أنا يعني كثيرة هي كانت سفراتي حق فنلندا من عمري 3 سنوات إلى قبل الغزو بسنة، لأن أنا مرت أخوي فنلندية الأصل. أنا أكبر من بنت أخوي بسنة، فأنت متخيل الوضع من كم سنة وأنا يعني أسافر في فنلندا. حتى بالعكس بلد جميل جدا، لغتهم جدا جميلة وحلوة. لا أنا القصد منه مشاري يعني واجهتيها في فنلندا، هذا القصد منه يعني. لا أنا الحين أول مرة الصراحة، توها أمس كلمتني أو أول أمس الأخت رندا محمد كلمتني عنها، وبالعكس كان يسعدني ويشرفني إني أكون بالفعل اليوم كنت متواجدة وياكم، ولكن للأسف الشديد لما عرفت إن التوقيت تغير ما استطعت. أنا لم أقابلها إلى الآن، وعلى فكرة إحنا الحين بالصالون الإعلامي مع ماضي الخميس حتى طلعت من القاعة عشان بس أكلمكم، فأنا حتى التلفزيون مو يمي مو شايفتها، بس أنا أتمنى عن جد وبلغتها الكلام إنها قبل لا تسافر إن شاء الله حق فنلندا تتواصل معاي والتقيها إن شاء الله مع الأخت رندا، وإذا أي شيء نقدر نسوي لها إحنا يعني تحت خدمتها. وكل الشكر شاكر لك يا أم مشاري على شكرا لك أستاذتي العزيزة. إحنا نضيف